المنظومة الريالية بشكل عام، وكان طرد أعتقد ما له داعي كان يعني من بيلينغهام إنه يتكلم مع الحكم. على العموم الريال نزل في شوط ثاني وهدي الرتم، ولكن الغشة التي كسرت الرباعية وهي ضربة جزاء التي أتت لأوساسونا عن طريق خطأ كافامينجا. وهذه ثالث ركلة جزاء على التوالي على ريال مدريد في دوري اسبانيا ودوري الأبطال بسبب أخطاء الدفاع. من ثم تحولت المباراة إلى بدني أكثر، إلى اللعب على المرتدات من الطرفين من أوساسونا وريال مدريد. ريال بسبب الطرد من النقص العددي اللي يختصر مسافات في التمرير الطويل والاعتماد على سرعات فينيسيوس ومبابي. فينيسيوس ضيعوا كثير من الهجمات بسبب الإعلانات، بسبب الإعلانية، بسبب كل واحد يقول أنا السوبر ستار. لعبوا برعونة، لعبوا بتعالي، أحس إنه يلعبون بتعالي. فعارض لك لجماهير ريال مدريد على هذا التعادل، ومبروك لنا جماهير برشلونة، إن شاء الله نفوز على رايو فايكانو ونصعد في الصدارة.